السلام عليكم. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. البرمجة الشائعية أو ال Object Oriented Programming عبارة عن 4 مفاهيم، هما ال Abstraction وال Encapsulation وال Inheritance وال Polymorphism أو ال Override. لازم تفهموها كويس جدا، والنهاردة إن شاء الله هنشرح يعني إيه البرمجة الشائعية. بس قبل ما نبدأ في الشرح، عايزك تعرف إن الفيديو ده مش محتاج منك لغة برمجة معينة علشان تفهم اللي أنا هشرحه، ولأن هشرح البرمجة الشائعية ككونسبت تقدر تطبقه على أي لغة برمجة بتدعم ال Object Oriented Programming، سواء بقى بايثون أو جافا أو دارت أو سي بلس بلس أو أي لغة برمجة تانية. لكن كل اللي أنا عايزه منك علشان تتفرج على الفيديو ده إن لازم يكون عندك أساسيات البرمجة، الأساسيات فقط بأي لغة أنت تحبها. الأوبجكت أورينتد بروجرامينج أو البرمجة كائنية التوجه، يعني أوبجكت يعني كلاس. طب إيه معناه الكلام ده؟ في الأول محتاج أعرف إيه هو الأوبجكت أصلا، بل كمان محتاجين نرجع ورا شوية ونعرف الأول يعني إيه بريميتيف داتا تايب أو أنواع البيانات البدائية. كلنا عارفين إن الداتا بتنقسم لجزئين، الجزء الأول هو البريميتيف داتا تايب اللي هي أنواع البيانات البدائية، والنوع التاني هو النون بريميتيف داتا تايب. خلينا بس نفهم البريميتيف داتا تايب بتخزن قيمة واحدة بس، زي مثلا البايت والانتجر والسترينج والبوليان. كل دول أنواع البيانات اللي بتسمح بتخزين قيمة واحدة بس جواها، فاليو واحد من نفس النوع. حلو كده، عرفنا يعني ايه بريميتيف داتا تايب. طب ده علاقته ايه بالاوبجكت؟ فكرة ان انا بخزن حاجة واحدة بس ما كانش مشكلة في اوائل بدايات البرمجة، او اول ما البرمجة بدأت او استمرت لفترة، لان ساعتها كانت البرامج وقتها بسيطة جدا. بس ده مع التطور ابتدى يظهر مشاكل، ومع متطلبات البرامج اللي ابتدت تبقى اكثر تعقيدا، وبدأ المبرمجين يحتاجوا ان هم يعرفوا ازاي يعملوا حاجة اسمها جروبينج او يجمعوا مجموعة من الفاريبلز مع بعض. طب هو ليه اصلا المبرمجين محتاجين يجمعوا الفاريبلز مع بعض، او ليه البرامج المعقدة بيكون فيها جروبينج؟ تعال ناخد مثال علشان نفهم احنا بنتكلم عن ايه. لو مثلا عندي فصل موجود في مدرسة، الفصل ده موجود جواه اكتر من طالب، وكمان موجود جواه اكتر من ديسك، وفي اكتر من مدرس لكل مادة. فمثلا لو هناخد حاجة واحدة منهم وهي الطالب، فالطالب ده هنلاقي إن ليه صفات معينة، زي مثلا الاسم والعمر ورقم الفصل اللي هو فيه والمواد اللي بيدرسها ودرجاته في الامتحانات والحالة بتاعته، هل هو غايب النهاردة ولا حاضر، وكمان المكان بتاعه في فترة الامتحانات. فلو كنت عايز أعمل برنامج مسؤول عن الفصل ده، ففي حالة الطالب اللي معانا هيكون عندي أكتر من variables أو صفة للطالب، زي مثلا string variable للاسم وانتجر variable لدرجات الطالب وبوليان variable لحالة الطالب هل هو حاضر ولا غايب. وبما ان عندي في الفصل الواحد اكتر من طالب، فهيكون عندي اكتر من variable لكل طالب في الفصل، بحيث ان كل طالب القيم بتاعته هتكون مختلفة عن باقي الطلبة. فمثلا كل طالب عنده اسم غير التاني. فلو كنت عايز اوصف الطلبة دي جوه البرنامج عندي، هنقول student 1 name، student 1 grade، student 1 state، student 1 disk number. وكمان هروح على الطالب اللي بعده وهنقول student 2 name، student 2 grade، student 2 state، و student 2 disk number. فكل طالب عنده نفس الصفات او الفاريبل ولكن بقيم مختلفة. وقيس على كده باقي الحاجات الموجودة في الفصل زي المدرسين والديسك وغيره. في رأيك كده مش هيبقى اسهل بكتير لو انا بقدر اجمع كل الفاريبل المتعلقة بكل الطلبة في شيء واحد، فاقدر اتعامل مع كل شيء، مع كل كائن، مع كل اوبجكت لوحده؟ اسهل بكتير جدا من ان اعمل فاريبلز مثلا لكل حاجة زي ما قلنا قبل كده من شوية. فباختصار بقى انا اقدر اجمع variables او القيم او الصفات المتعلقة بالشيء، واقدر اتكلم او ارمز للشيء ده بحاجة واحدة. شيء مفيد جدا وبيسهل علينا احنا كمبرمجين. علشان نبتدي نحل الموضوع ده يدخل علينا شيء جديد في لغة السي اسمه الستراكت او الستراكتشر. الستراكتشر هو مشابه للاري من حيث ان هو بيسمح بتخزين اكتر من قيمه واحده، مش زي البريميتيف داتا تايب. وزي ما عرفنا ان البريميتيف داتا تايب بتخزن قيمه واحده بس، والاري عباره عن نون بريميتيف داتا تايب. فالاستراكشر بيقول لك هديك الافضليه والامكانيه ان انا اخزن اكتر من فاليو زي ما بقدر اعمل في الاري.
طب ايه الفرق ما بين الاستراكشر والاري؟ الاري في السي بتمكنك انك تخزن اكتر من فاليو ولكن من نفس النوع، فمثلا انك تعمل array of string او array of integer، هتستخدم السترينج فقط او الانتجر فقط، مش هينفع تعمل array وتحط فيها string وانتجر في نفس الوقت. الاستراكشر بقى بيسمح لك انك تعمل كده، ممكن انك تحط قيم او values او data type متعددة وتكون مختلفة عن بعض، يعني تحط انتجر وتحط string، حتى ممكن تحط structure جوه structure. ولو خدنا كونسبت الاستراكشر ده وطبقناه على مثال الفصل والطلبة اللي عرضناه من شوية، فانا ممكن اعمل استراكشر واحط جواه الاسم والدرجات والحالة والمكان، واسمي الاستراكشر ده student بدل ما كنت بقول student 1 name student 1 grade وهكذا مع الطالب التاني والتالت وباقي الطلبة. فبقى عندي كل الحاجات دي متجمعة في استراكشر واحد اسمه student اقدر اتعامل معاه. فنقدر نقول ان الاستراكشر فادني عن الاري، انه سمح لنا اننا نضيف كذا حاجة او كذا معلومة او كذا داتا تايب مختلفين عن بعض في النوع، بمعنى ان نوع البيانات بتاعهم مختلف عن بعض، سمح لنا اننا نجمعهم في مكان واحد مع بعض اللي كان الاري ما بيسمحش بيه. وكده نقدر نقول ان الاستراكشر هو الحاجة اللي قبل الاوبجكت، ولكن مازال عندنا مشكلة لان الاستراكشر محلليش كل حاجة. فايه هي المشكلة؟ المشكلة في الاستراكشر هو اني مش بعرف اضيف فانكشن جواه. طب ليه ده مشكلة بالنسبة لي؟ على سبيل المثال في مثال الفصل والطلبة اللي احنا شغالين عليه، لو بصينا على الطالب ده محتاج انه يعرف متوسط درجاته في كل المواد، محتاج يكون عنده فانكشن اسمها وليكن مثلا calculate average grade function، والفانكشن دي بتحسب متوسط الدرجات للطالب في الامتحانات بتاعته، فهي بتاخد الدرجات بتاعته وتحسب منها المتوسط. فانا مش هعرف احط الفانكشن دي جوه الاستراكشر لان الاستراكشر مش هيخليني اضيف الفانكشن جواه، ودي المشكله اللي موجوده في الاستراكشر. هنا بقى يجي دور الاوبجكت واللي حل المشكله دي ببساطه جدا. وهنا بقى لازم نعرف ايه هو الاوبجكت. الاوبجكت is an instance of a class and the class is a template for objects. يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعال بقى نبسط ونقول الكلام ده بالعربي. الاوبجكت او الكائن هو النموذج او الشيء من الفئه او الكلاس، والكلاس هو اطار للكائن او الشيء ده. انا حاسس انك تهت مني، فتعالى اديلك مثال بسيط يوضح لك الكلام ده كله. تخيل معايا على نفس الموضوع بتاع الفصل والطالب ان انا عاوز اعمل فئه، عايز اعمل اطار، عايز اعمل كلاس، عايز اعمل عيله بتاعه الطالب. الكلاس ده او العيله دي هي اللي هتحدد اي طالب طالع منها، اي اوبجكت طالع منها، اي كائن ايه هي الصفات اللي موجوده فيه. فدلوقتي هعمل الكلاس اللي اسمه student اللي اي حاجه جواه هتنطبق على اي student موجود عندي في الفصل ده. فكلاس الستودنت ده هياخد variables زي النيم والجريد والستيت والديسك نمبر، وكمان هياخد فانكشن. لو تفتكر معايا ان الفانكشن دي ما قدرناش نعملها في الاستراكشر، والفانكشن دي هي اللي هتحدد متوسط درجات الشيء بتاعي او الاوبجكت بتاعي اللي هو الطالب بالنسبه لي. بالنسبه للمتغيرات والفانكشن اللي موجوده في كلاس ستودنت بتاعي، المتغيرات او الفاريبلز دي انا مش هديها قيم لان دي حاجه عامه تنطبق على اي طالب، فمش هينفع ادي القيم دلوقتي. يعني ما ينفعش مثلا ادي قيمه للنيم اللي موجود في الكلاس ولنفترض مثلا احمد، لان كده كل الاوبجكت او الطلبه هيكون اسمهم احمد، وده طبعا مش منطقي. طيب ايه اللي ينفع احدده في الكلاس؟ اللي ينفع احدده في الكلاس هو الفانكشن زي الكالكيوليت افريج جريد، لان كل طالب في الاخر بيتحسب متوسط درجاته بنفس الطريقه او بنفس اللوجيك. ده شيء اصلا مش هيختلف مع اختلاف الطلبه، فده في الاول وفي الاخر لوجيك اللي هو ازاي بحسب المتوسط بين مجموعه من القيم اللي عندي. واكيد الطريقه مش هتختلف، هي الطريقه واحده فبتحسب بيها اي متوسط انت عايزه. فانا مش هعمل initialize للفاريبلز ولكن هعرف الفانكشن عادي جدا جوه الكلاس. بعد لما خلصت الكلاس دلوقتي بقى اقدر انشئ كائنات او اوبجكت من الكلاس ده. هقدر اعمل الطالب اللي اسمه احمد ومتوسط درجاته 65%، والطالب اللي اسمه محمد وقاعد في الديسك الاول، واقدر بقى وانا بعمل الاوبجكت دي من الكلاس اعمل انيشاليز للفاريبل، اودي قيم للمتغيرات دي
باختصار لما بعمل اوبجكت من كلاس فالصفات بتاعه الاوبجكت ده خاصه بس بالاوبجكت نفسه. يعني لما اعمل طالب اوبجكت من كلاس الطالب فالطالب الاوبجكت ده اللي هو اسمه محمد وقاعد في الديسك الاول الصفات بتاعته خاصه بيه لوحده. ولكن لما بعمل كلاس الاشياء اللي جوه الكلاس دي بتنطبق على اي طالب ولكن من غير values. وباختصار تاني الكلاس بقى سواء على الطلبه او على الفصل او على المدرسين او على اي حاجه في الحياه. فمثلا ممكن اعمل كلاس عربيه احط جواه صفات variables زي اللون، قوه المحرك، وهل هي دفع رباعي ولا دفع ثنائي، العربيه دي فيها فتح السقف ولا لا. كل دي صفات بحطها في كلاس العربيه. ولكن لما اجي اعمل اوبجكت من العربيه فكل عربيه تختلف عن التانيه. يعني الاوبجكت بتاع العربيه الهيونداي هيختلف عن الاوبجكت بتاع العربيه المرسيدس. حتى جوه نوع كلاس العربيات المرسيدس ممكن اعمل كلاسات مختلفه وموديلات مختلفه وكمان الوان مختلفه. اتمنى ان الفكره تكون وضحت. وفي النهايه حابب اقول ان البرمجه الشيئيه او الاوبجكت اورينتد بروجرامينج سهلت الموضوع على المبرمجين انهم يعملوا جروبينج او يجمعوا الفاريبلز مع بعض علشان يعملوا برامج معقده شويه او يقدروا يبرمجوا البرامج اللي هم عايزين يبرمجوها. طبعا هي بقت شيء اساسي في حياتنا دلوقتي، ولكن زمان ما كانش التكنولوجيا مواكبه المتطلبات دي، بس دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنها خالص. الفيديو ده كان مجرد مقدمه علشان نبتدي نفهم ايه هي البرمجه الشيئيه. اما بالنسبه للفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن الأربع مفاهيم اللي ذكرناها في أول الفيديو اللي هما الانكابسوليشن والابستراكشن والانهيرتنس والبوليمورفيزم علشان يبقى خلصنا البرمجة الشيئية كلها وفهمناها. وبعد كده إن شاء الله بما إن إحنا دايسين في دارت حاليا هنبتدي نطبق عليها علشان يثبت في دماغنا. وده كده فيديو النهاردة. طبعا مش محتاج أفكرك، لو حاسس إنك استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعمني بلايك او كومنت لو انت مشترك، ولو مش مشترك انزل دلوقتي اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.